علامة معناها الخطأ. ايه يا رمزي؟ مبروك يا رمزي، انت طالع افراج. اسمك معايا في الكشف. متشكر يا فندم. انا عايزك تاخد بالك من صحتك كويس وتمشي على العلاج اللي مدينهولك. حاضر. وطبعا مش ناوي ترجع هنا تاني. طبعا يا فندم. انا كمان مش هرجع تاني، لاني منقول مديريه الامن بعد بكره. اذا احتجت لاي حاجه اتصل بيا. الكارت بتاعه في نمره تليفون البيت. متشكر يا فندم. اللي هيسمع اسمه دلوقتي ضمن المفرج عنهم لحسن السير والسلوك ياخد خطوه لقدام. عاوني يا عبد الفتاح. يا فندم. شوقي عبد الرحيم. توفيق عبد الستار. عوضين موسى. فندم. رمزي عبد السلام. حسب موسى. سماح. رمزي. امسك. كان آخر حاجة ممكن أتصورها إن ألاقيك أنت اللي مستنياني. امسك. كنت مستني حد تاني يجيلك؟ هي صحيح اتجوزت؟ ايوه. توفيق، مش كده؟ ايوه. رمزي. بتحبه؟ مديحة ما تعرفش يعني ايه الحب. كل اللي تعرفه الشيء اللي يخص مصلحتها وبس. افتكر انت مش محتاج اني افهمك مديحة، بالذات بعد كل اللي حصل. مع اني في لحظة اتسرقت من نفسي وصدقت انها بتحبني. لما كنت رئيس الحسابات في الشركة وهي موظفة معاك. الكارثة اني كنت فعلا حبيتها. سماح، انا تعبان، ممكن توصليني البيت؟ حاسس بحاجة؟ لا ابدا، بس عايز اروح. صحيح توفيق بقى مدير عام الشركة؟ ايوه. وشوكت بقى رئيس مجلس الإدارة؟ ايوه.
وهي بقت رئيس الحسابات في الشركة؟ ما فكرتش وانت في السجن هتعمل ايه لما تخرج؟ لا. تحب تشتغل في الجورنال بمكافأة شاملة؟ موظف تاني؟ ما افتكرش. امال هتعمل ايه؟ مش عارف، انما هفكر. متشكر يا سماح على وقفتك معايا ايام القضية واهتمامك النهارده بميعاد خروجي، مع انه كان مفاجأة بالنسبة لي. ليه مفاجأة؟ احنا مش اصحاب؟ انت صحيح كنت في كلية تجارة وانا اداب، لكن كنا زملاء في اتحاد الطلبة. اهو كان نوع من النشاط بنشغل بيه نفسنا. بس انا اتعلمت منك ايامها حاجات كتير، اهمها ازاي الواحد يبقى له موقف. انت ساعدتني كتير، وما تنساش اني محررة الحوادث وقضيتك كانت جزء من شغلي. متشكر يا سماح. انا في الجورنال، هتعملي تليفون زي ما اتفقنا؟ ان شاء الله. مع السلامة. ازيك يا عم بلال؟ استاذ رمزي، ازيك يا بيه؟ اهلا. الحمد لله على السلامه يا بيه. الله يسلمك. عبده، خليك قاعد هنا ما تتحركش، هكلم الحاج قدري بالتليفون، هتبقى الليله. نعم. نعم، انت مين؟ انت اللي بتخبي، عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ هو وبالنهار؟ روح. انتوا مين؟ ايه يا سيد؟ في ايه؟ انتوا اللي في ايه؟ دي شقتي. الله، ده مجنون بقى. انت بتقول ايه؟ دي شقة الحاج هدري يا حضرة. الحاج هدري صاحب العمارة، لكن الشقة دي بتاعتي. هي عم بنقول هذه شقة الحاج أدري وعم بيأجرها مفروش ونحن بنأجرها منه ودافعين له 300 أهيب، شو بدك تقول هلا؟ بدي اقول توروني عرض كتافكم دلوقتي حالا وتطلعوا بره. بره بره. يا لهوي فريز. ازاي يا حاج قادر يتأجر شقتي مفروشة في غيابي؟ ازاي؟ ايه اوعى، ايه في ايه؟ اصل ايه يا حاج قادري؟ ما تنطق. اهدى يا أستاذ وافهم. اهدى ايه وافهم ايه؟ ما كل شيء واضح اهو. دي شقتي، غايب عنها بقالي 3 سنين، لسه راجع النهارده. الاقي الاساتذه دول مأجرينها مفروش ومعاهم شويه المحترمات دول اللي جايبهم المكواجي ولا البواب. اتفضل، ادي قدامك حالة دعارة واضحه زي الشمس. الله، اتفضل شوف شغلك. اهدى يا أستاذ وافهم. ايه؟ اهدى ازاي قبل ما تفتح محضر وتحقق معاهم ومع الراجل ده كمان؟ ايه؟ انا؟ مش ممكن ازاي؟ ده انت اولهم. ازاي تسمح لنفسك تعمل كل ده في بيتي؟ يا أستاذ افندم،
امال حضرتك مشرف هنا ليه؟ انا هنا في مأمورية محددة. مأمورية؟ مأمورية ايه ان شاء الله؟ ممكن تشرف معايا على الاسم؟ انا اروح الاسم ليه؟ حكم معاك يا حاج أدري. موجودة سعادة البيت، اتفضل. ممكن تقرا ده؟ مستحيل. لا ممكن. ازاي ده حصل؟ عشان حضرتك من يوم ما دخلت السجن قعدت 2 سنين ما تدفعش الإيجار المتأخر، والعمارة دي باكل منها أنا وعيالي. كان لازم أرفع قضية وآخد حكم إخلال الشقة وإلغى للعقد. والسرير السفري والدولاب اللي كانوا فيها بعناهم بالمزاد العلني تحت حساب الإيجار المتأخر. ازاي ده كله يحصل من غير ما اعرف؟ خطيبتك حضرت كل الإجراءات بالتوكيل اللي معاها. التوكيل عملته لها عشان دفع الايجار، مش تتنازل عن الشقة. التوكيل مش مكتوب فيه تدفع ولا تتنازل، ده توكيل عام وبس. مستحيل. ده انت ما عندكش ضمير. ده انا دافع لك دم قلبي 2000 جنيه خلو. خلو ايه يا استاذ؟ انا ما باخدش خلو من حد. يا مفتري، ده انت لو حسبت ايجار ال3 سنين كلهم ما يكملوش 1000 من 2000. يا استاذ. نعم. اتفضل معايا تمضي على محضر عدم تعدي على ممتلكات الغير. عدم تعدي على ممتلكات الغير؟ يعني ده اجراء قانوني. اجراء قانوني؟ إجراء قانوني. استاذ رمزي، الحمد لله على السلامة يا بيه. ازيك يا حليم؟ الحمد لله يا بيه. امال هي فين؟ فوق يا بيه، عند البيه المدير العام. ها فاضل حاجة تانية؟ لا خلاص. لا مش خلاص، فاضل. فاضل ايه؟ ما انت مضيتهم كلهم. ايوه بس لسه ما مضيتش هنا. اديني بوسة. الله يا توفيق، احنا في الشغل. شغل مش شغل، انت مراتي، اعطيني قبلة. الله يا توفيق بلاش دلع. لا دلع. طب لازم اخد بوسة، يعني لازم اخد بوسة. وادي اللمبة الحمراء اهي. استاذ رمزي، انا هنا المدير العام وانا اللي حد اذا كان وقته ولا مش وقته. هاتي بوسة. لا 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 مدام هاتي بوسة، ده امر اداري، نفذي. هاتي بوسة. لا 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 هاتي لا بوسة. أرجوك يا توفيق. اهلا وسهلا استاذ رمزي. افتكر سيادتك فاهم الاوامر. اتفضل اتفضل. اصل مشغول شويه. هاتي بوسة. عنده اجتماع. استاذ رمزي هاتي بوسة. لا 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 طومي وسطي علشان بوسة كده برضه. منك لله يا شيخ. اصل المدام اتزحلقت، حبيت ابص اسندها، اتزحلقت وراها و بس.
اتفضل روح شوف شغلك انت يا علي افندي. اهلا وسهلا استاذ رمزي. استاذ رمزي اتفضل اتفضل. انا في مكتبي. انا جاي لك انت. ما تنساش انك بتكلم مراتي يا استاذ. عارف، بس انت كمان ما تنساش انها خطيبتي، قصدي كانت خطيبتي، وبيننا حاجات لسه ما انتهتش، قصدي ما تصفتش. انا مفيش بيني وبينك حاجه. انا ما قصدتش اللي انت بتفكري فيه، هو سؤال واحد يختصر كل الكلام. ازاي تدي لنفسك الحق تتنازلي عن بيتي؟ ما بترديش ليه؟ اقدر افهم بقى معنى كلامك ده ايه؟ معنى كلامي اني من غير بيت دلوقتي ممكن تديني بيتك اعيش فيه؟ انت الظاهر بتخرف. مش بالظبط يا توفيق بيه، انا لسه ما خرفتش. طب عايز حاجة تانية قبل ما تخرف؟ عايز اقول لكم حاجة واحدة بس، لازم تشوفوا لي حل في حكاية الشقة دي. يعني ايه؟ افهم على مهلك يا توفيق بيه، وابقى اشرح اللي تفهمه لمراتك. عن اذنكم. هو عايز يقول ايه؟ احنا ناقصين بقى ولا فاضيين للعب العيال ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ رحت لها ليه؟ مش لازم اضحك على نفسي. انا لا كنت رايح احاسبها ولا اقدر احاسبها. ايوه، انا كنت مشتاق اشوفها. ماشي 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 وبردان، ماشي ماشي بينك يا زحام، وزحام في زحام ما يدفي قلوب محتاجة لأمان، محتاجة لأمان. وانا انسان تايه وغريب، محذوف على كف الدنيا، محذوف على كف الدنيا، محذوف. لا اسم ولا عنوان، لا اسم ولا وبعدين دوا خلص، تمنه 180 قرش، وانا ما معيش غير 130 قرش، وكان لازم اخد حبايتين مش حبايه. مش مهم، المهم انا نفسي في سجاره. بس الدكتور منعني من التدخين وانا في السجن. ما انا بقالي حوالي سنة بسمع كلام الدكتور، والحالة بتزيد مش بتخف. انا محتاج سيجارة. كليوباترا سوبر لو سمحت. ايه ده؟ ايه، في حاجة؟
هي العلبة مش مسعرة ب 26 قرش ونص. بس احنا بنبيعها ب30. ليه؟ من غير ليه؟ الله. طب مش هفهم. تفهم ايه يا فندم؟ هي كده وكل السوق بيبيعها كده، واذا كان عاجبك وما كانش عاجبك ما تاخدش مننا. بس مش هفهم. تفهم ايه يا فندم؟ رأيك في اللي انا كاتبه في المذكرة. يا استاذ رمزي انت مش من حقك تكتب مذكرات، انت تشوف شغلك وبس. بس دي حالة اختلاس، سرقة يعني. سرقة ايه يا استاذ؟ طب خلاص ما تزعلش. ما ازعلش ازاي يا استاذ وانت بتتهمني بالسرقة؟ طيب حقك عليا. بكام ده؟ ب3 ساغ. يبقى 26 ونص و3 ساغ يبقى 29 ونص. ابقى انا عايز منك تعريفه، مش مهم. سلام عليكم. الله يا استاذ، تمن البسكوت يا استاذ. انت يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، حرامي 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 يا بوليس يا بوليس، حرامي حرامي حرامي، امسك حرامي امسك حرامي. الحرامي جري من هنا. حادث اختلاس واضح ومؤكد. اختلاس ايه يا حارس ظابط؟ الاستاذ توفيق انزه مدير شؤون ماليه واداريه، اشتغل معايا في حياتي. في الحقيقة في الحقيقة احنا بنعطي الشركة أقصى ما في طاقتنا، وشوقت بيه أكفأ مدير عام مسك الشركة لحد النهاردة. كل ده سواء مجاملات او حقيقه ملناش اعتراض عليه، لكن عندنا بلاغ وعاوزين نتاكد منه. طبعا طبعا ده من حقك. هو راح فين؟ جري من هنا. طب ده شارع مفتوح وتلاقيه زاغ. يعني ايه؟ هو سرق منك ايه؟ علبة سجاير وباكو بسكوت. بسيطة، عوضك على الله. بسيطة ازاي؟ ازاي يا حضرة الأمين؟ ده رزق ورزق العيال. طب انا اعمل لك ايه؟ هاتهولي وانا اوديه القسم. يا حضرة الأمين، يا حضرة الأمين، الله. يا ضلال يا عديم الضمير، انا برضو اللي حرامي؟ يعني انت تسرق وتبجح، واذا كان عاجبني ولا عاجب غيري، ولما اخد حقي منك ابقى حرامي؟ ايوه حرامي. انتوا الحرامية. انت طول عمرك موظف مشبوك. ارجوكم اي مواجهه تانية بينكم هضطر اوجه لكم تهمه انت نيابه. يا فندم ارجوك تبتدي استجوابي، وانا هقدم لسيادتك كل المستندات اللي تثبت انه هو الموظف المختلس. طيب اتفضلوا استريحوا بره وانا هطلب اللي انا عايزه. تحت امرك. خليك انت معايا يا استاذ شوقي. مديحة، أنسة مديحة، ايوه يا فندم. ايه معلوماتك عن الموضوع؟ انا ما عنديش اي معلومات. كل اللي اعرفه ان رمزي كان تعبان عشان مش لاقيين شقه نتجوز فيها. ما كناش قادرين ندبر الخلوه وفجأة رمزي دفع 2000 جنيه خلوه شقة،
ومستنيينها تتشطب عشان نتجوز. عندك فكرة عن مصدر ال 2000 جنيه دول؟ لا. مديحة. استاذ رمزي، ما تضطرنيش اطلعك بره. بس اوضح. لسه هسألك كتير، ابقى اوضح زي ما انت عاوز. ممكن تستريحي شوية؟ حاولت اشرح كلمتي في الدنيا هز خطوتي يا قاضي الحياة، ماشي يوم في سكتي حاولت اشرح كلمتي في الدنيا هز خطوتي يا قاضي الحياة، طريقي سدوه ريشي قصوه قلبي كسروه عمري ذبحوه يا قاضي الحياة. والعمل لا بيت ولا فلوس ولا شغل، وانا محتاج لدواء. انا لازم اعمل حاجة، لازم انتقم لنفسي منهم. دول هدموا مستقبلي، يبقى لازم اخد بطاري. يعني اقتل. ليه لا؟ وابقى قدام الناس مجرم مش واحد بياخد بطاره. طب ما ابعت للجرايد اشرح لهم موقفي قبل ما اعمل اي حاجة. ايوه، ابعت جواب لسماح، هي هتقدر تفهم اللي عايز اقوله او اعمله.
نفسي اشرب قهوه. نعم. بس الدكتور منعني من القهوه. نعم. اسف، عايز اشرب قهوه من غير سكر لو سمحتي. تحت امرك. إكس، علامة معناها الخطأ. عنوان غريب، اللي تقع عينه عليه أو حتى يسمع بيه على طول يقول اللي كتبه مجنون، مع إن لو فتحنا عينينا بس شوية وبصينا على جبين الأغلبية هنلاقي علامة الخطأ مكتوبة بالخط الثلث. ده مختلس وده غدار، لدرجة انه في عينين البني ادمين حاجة من اتنين، يا اما دموع فؤاد موجوع من رؤية الخطأ حواليه ومفيش حاجة في ايديه يعملها، يا اما حيرة وقلق رهيب وتأنيب ضمير لانه لوحده صاحب الذنب والخطأ. عماد بيه، اهلا. دي فلسفة ولا شعر؟ اتفضل. انا كنت قاعد جوه، انما هقعد معاك شوية. لما ببقى فاضي باجي اخد قهوة هنا. شفتك قلت اسلم عليك واطمن على اخبارك. يا اللي انا فاكره ان الدكتور كان منعك عن التدخين. يلا، ما بقاش فيها غير سيجارة واحدة بس. اتفضل. هاخدها عشان انت ما تشربهاش. ها، ايه اخبارك؟ كويس الحمد لله. رمزي، انا اتمنى اساعدك، صارحني. انا لسه معايا الكارت بتاعك، لو احتجت حاجة هتصل بسيادتك. كنت اتمنى تفتح لي قلبك اكتر، لكن سلام. خليك خد بالك من نفسك. ها، مدمزيل. نعم. علبة سوبر لو سمحتي. حاضر. في بعضنا بيصنع دايرة الخطأ بإيديه الاتنين عشان يطحن فيها أخوه الإنسان الغلبان اللي بلا جاه ولا هيلمان، والغلبان اللي بلا جاه ولا هيلمان لما يتمكن
يبقى ألعن من شر ما خلق. المطحون طحان، والطحان مطحون، منه إليه وبالعكس. البني آدمين جميعا مسجونين في دايرة الخطأ. لأنيس السماح. ماله يا دكتور؟ نتائج التحليل هتظهر بعد ساعتين، اطمني. هو دلوقتي نايم تحت تأثير المنوم. احنا عرفنا عنوانك من الجواب ده، لقيناه معاه. اتفضلي عن إذنك. ولحظة لساني ما نطق بالحق، وقال في وشي الغش لأ، مع إنه كان بإمكاني السكوت وأملى جيبي بالذهب والياقوت، وأول مرة وتعدي، لكن ثبت على الحق وقلت للخطأ لأ، وشاورت على المخطئين، ومن ساعتها اتكرهت. صبحت غير مرغوب من جميع الخلق. اللي كان قريب صبح غريب، واللي كان حبيب صبح عدو، وضربة بعد ضربة اتوجهت لعمري، ومع ذلك ما يأستش ولا سلمتش، وحاولت أواجه الطوفان. احنا مش ميعادنا 1:30. انت فين طول النهار؟ لا جيت المكتب ولا رحت البيت. انا معادي معاك هنا. ليه؟ في حاجه؟ رمزي يا سيدي. رمزي؟ رمزي مين؟ رمزي بتاع الحسابات. الحكايه ياها مان خرج من السجن وجالي النهارده الصبح المكتب. جاي عايز ايه؟ هو ما قاليش هو عايز ايه، لكن باين عليه نوع الشر. على العموم انا مديك الميعاد هنا عشان الجماعه اصحاب العمليه الجديده. روح اقعد وياهم واعتذر لهم بالنيابه عني لحد ما ارجع لك. راح فين؟ مشوار صغير كده. هتغيب كتير؟ ساعه، ساعه ونص مش اكتر. يلا يلا روح لهم قبل ما يقلقوا. وهم من ناحيتهم شطبوني من حياتهم، كأني لما نطقت بكلمة الحق مت، لأني لما نزلت البير برجليا وتحديت الخطأ حكم علي الصغير قبل الكبير بالغرق، لحد ما أصبحت عنوان على الخطأ.
سماح. انا جنبك. على مالك؟ انا فين؟ مستشفى. خليك مستريح. الجواب الدكتور سلمهولي. ازاي الحال دلوقتي؟ انت اللي تقول يا دكتور. لا ولا حاجة، شوية اجهاد. الظاهر انك مش واخد بالك من صحتك اليومين دول. يعني اقدر اسيب المستشفى يا دكتور؟ لا انت هتفضل معانا هنا كام يوم. حضرتك مش بتقول مجرد اجهاد؟ ايوه بس هو محتاج لرعاية. يلا بقى عشان نكمل كلامنا واحنا في اوضه الكشف. الله، انتوا لسه ما كشفتوش عليا؟ يعني مجرد اجراء طبي نتاكد. تتاكدوا من ايه؟ من الاجهاد؟ رمزي اسمع كلام الدكتور، ما تبقاش غلباوي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا تعالى مكانك. ميرسي. ايه الاخبار؟ احنا موافقين على كل طلباتكم. على خير الله. في صحتكم. اتأخرت شوية. مش قوي. اشرب. خير يا رمزي؟ انا مش فاهم اي حاجه. طب روح انت الاوضه ارتاح وانا جايه وراك. حاضر. طمني يا دكتور. الانسه سماح. اهلا يا انسه. الحقيقه انا عاوز اصارحك، رمزي لو بذل اي مجهود زياده هيبقى خطر جدا على حياته. انت متاكد؟ الاعمار بين ايادي الله. ممكن نكون غلطانين في التشخيص، لكن التحاليل بتقول ان كرات الدم عنده بتاكل بعضها. يعني طاقته بتقل بالتدريج. اللي بيبذله في مجهود ما بيستردوش تاني. على العموم لازم يستريح تحت اشرافنا اطول مده ممكنه. عن اذنك. رايح فين يا رمزي؟ الدكاتره دول هيضيعوا وقتي. انا مش هستنى هنا اكتر من كده. انت بتقول ايه؟ انت لازم تستريح. مش هستريح الا لما انتقم منهم. تنتقم من مين؟ من اللي ضيعوا مستقبلي، من اللي دخلوني السجن وخلوني مجرم في نظر الناس. يا رمزي حاول تنسى اللي حصل وفكر في صحتك اهم. مش اهم من اثبات براءتي. الناس لازم تعرف اني بريء، مظلوم، ضحيه، والمجرمين الحقيقيين عايشين مرتاحين مبسوطين. انا هقتلهم واحد واحد. لا اهدى يا رمزي، انا عارفه قضيتك كويس ومستعده اقف جنبك وحرك الراي العام لحد ما يعيدوا النظر في القضيتين ويثبتوا براءتك ويدخلوهم السجن. كلام فارغ مش هيحصل. الله، انت قفلتي ليه؟ يا رمزي اديني فرصه اساعدك. مش هتقدري تعملي حاجه. دول غيلان، اللي يقرب منهم بياكلوه. دول ما ينفعش معاهم غير القتل. هاتي المفتاح. يا رمزي انت مش قاضي ولا جلاد، مش ممكن اوافقك على تفكيرك ده ومش ممكن اسيبك تنزل. انت في حاله مش طبيعيه. بقول لك هاتي المفتاح. ارجوك ما تزعقش، حاول تهدى. اي مجهود مش كويس عليك. هاتي المفتاح، انا تعبت. يا رمزي انت تعبت. انا مش عارفه اقول لك ايه. يا رمزي اهدى. يا رمزي انت لو نزلت هم اللي هيقضوا عليك، مش انت اللي هتقضي عليهم. صدقني يا رمزي، صدقني. رمزي رمزي رمزي، انا هجيب لك دكتور، هجيب لك دكتور. دكتور رمزي هيغمى عليه. طبعا اذنك.
ووقع في الارض. راح فين؟ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ. ايوه يا فندم، ده كل اللي حصل. ايوه، يعني حضرتك جاي؟ حاضر، انا هتصل بالبوليس على ما سيادتك توصل. عم صابر. نعم. اديني مديريه الامن. حاضر. يجوز في يوم اخطأت، مش بعيد. ولكل قديس نزوة، وانا مش قديس. لكن ده مش معناه اني ادفع عمري تمن خطأ غير ارتكبه. لو انا اللي ارتكبته كان الامر اختلف، لكن للاسف انا بدفع بعمري تمن خطأ غيري. انا المطحون في دايرته. يعني كان ممكن تنقذوا حياته. الأعمار بين أيدي الله، لكن ما كانش فيه أي أمل بالنسبة لنا كدكاترة. احنا كنا عايزينه يفضل تحت إشرافنا، يمكن كنا نستفيد من حالته في علاج أي حالات مشابهة بعد كده. يعني بتؤكد الحكم عليه بالموت؟ ده اللي بتحدده التقارير عن حالته. أنا أشكر سيادتك على الاهتمام بالبلاغ لينا، لكن في حالة زي دي البوليس ما يقدرش يعمل له حاجة. ازاي ما تقدروش تعملوا حاجة؟ ده انسان بيموت. قصدي ما نقدرش نرغم مريض على إنه يتعالج، مش اختصاصنا. حتى لو عرفتم اهم حاجة في البلاغ؟ إيه هي؟ انه رايح ينتقم. ينتقم؟ يعني إيه؟ يعني يقتل. يقتل؟ يقتل مين؟ انت متأكد ان الشخص ده هو اللي هرب من المستشفى؟ أيوة يا فندم. ليه يا فندم؟ هو في معرفة؟ اكتر من مجرد معرفة يا فندم. الكلام ده مش بسيط يا سماح، ونشره في الجورنال مسؤولية. يا ترى هو جد ولا مجرد إنسان مجروح بيفض همومه على الورق؟ اللي شافه رمزي من الناس دول يخليني متأكدة انه ناوي يعملها. انا هتولى الموضوع ده بنفسي وهحتاج مساعدتك. أنا تحت أمرك يا فندم. اولا نسبق الزمن ونحاول نحمي الناس دول، وبعدين نبقى نحقق معاهم. نحقق معاهم؟ ليه يا فندم؟ بعدين هفهمك. اتفضل انت بقى دلوقتي جهز نفسك للمهمة دي. رمزي، هي هيتنشر؟ ايوه، بس لازم اكتب له معاه كلمة. رمزي، ادي رسالتك انا بنشرها لك، لكن انا عايزه اسالك سؤال. انت رمزي اللي انا اعرفه هو اللي كتبها؟ انا عمري ما اتصور رمزي يفكر يقتل، مستحيل. مطلوب اموت عشان يعيش بهتان ضميرهم. لكن مين فينا راح يموت الاول، انا ولا هما؟ ده السؤال. على كل حال إن كان لابد إني أقتل فده مش عشان بحب القتل أبدا أبدا. أنا إنسان بريء لحد اللحظة دي، لكن أعمل إيه إذا كانت دي الطريقة اللي أقدر أرد بيها اعتباري؟ لازم قبل ما أرحل من الدنيا وما فيها أكشف دليل براءتي ونزاهة ذمتي. اتفضل. ممكن شوية مية؟ حاضر. الدواء ده يلزمه شوية راحة، يا ريت تقعد في البيت لغاية ما تخف. متشكر. العفو.
رمزي، مش لاقيه كلام اكتبهولك غير كلمه واحده بناديك بيها. لا يا رمزي، لا يا رمزي، لا لا. انا مندهش من اللي بيحصل ده. بتحموا حياتي من ايه مش عارف. انا مفيش حاجه بتهدد حياتي. ممكن تديني تفسير واضح؟ كل اللي اعرفه قلته لسيادتك. انا هنا بنفذ اوامر واضحه اني احميك. من ايه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ ارجوك تصارحني حضرة الضابط، انا ركبي سايبه واعصابي مش قد كده. كل اللي اعرفه اني لازم احميك. تحميني من ايه؟ لما اعرف هبقى اقول لك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مساء الخير. اهلا يا هانم. تعالى يا توفيق، انا عايزاك. اهلا، عن اذنك. اتفضل. اتفضلي. ايوه يا مديحه. عايزين ايه دول؟ دول جايين يحمونا. يحمونا؟ يحمونا من ايه؟ من مش عارف. انا اعصابي مبقاش تستحمل. انا هتصرف وافهم كل حاجه. ايه ده؟ الو عبد الله، حول. عبد الله يجيب حول. انا مش فاهم حاجه. من حقي افهم. اقعد هنا واسكت شويه وانت تفهم. ايوه بس اقعد. حس وهرب. هو مين؟ خليك معاه. الله، ايه ده؟ رمزي، رمزي. فوزي، نعم. قول لهم ببونت اكبر شويه. حاضر يا سماح. الو سماح. الو، ايوه يا عم حسنين، مين اللي طالبني؟ ادهوني. رمزي، اذا كان عنوان جوابك ينطبق على شيء يبقى على قرارك انت يا رمزي. دول بيسرقوا رسمي. بيسرقوا رسمي؟ ايه معنى انه البوليس يحميهم غير كده؟ جايز تكون فهمت غلط. لازم في حاجه تانية كانوا موجودين علشانها. طب ليه طردوني وجري ورايا؟ انا سمعت الضابط بيناديني باسمي قبل ما اهرب منهم. مش معقول، مش قادره افهم. اكيد في حد بلغهم. سماح، الجواب هيتنشر بكره. انا هنسى شوكت وقدري ومديحه وتوفيق لان البوليس بيحميهم. يعني مش هقدر اوصل لحد فيهم. لكن انا انتقامي الحقيقي مش شوكت نفسه او قدري او التانيين اللي عملوه فيا ودفعت ثمن عمري. هو اللي بنتقم منهم عشانه. واكيد في زي شوكت ومديحه والتانيين غلطوا في حق ناس زي كتير. ومش معقول البوليس يكون بيحمي كل دول. عشان كده هقدر انتقم منهم وافضحهم بسهوله. رمزي ده جنون. منين تقدر تعرف الحرامي من الشريف والمجرم من البريء؟ تقدري تقولي لي واحد مهيته 100 جنيه في الشهر راكب عربيه ب20,000 جنيه منين؟ ببساطه
الواحد يقدر يعرف الحرامي من الشريف والمجرم من البريء. كل شيء واضح يا سماح. العيون بتشوف واللسانة بتتكلم، وانا الوحيد في الدنيا النهارده اللي عندي اكبر دافع اني اصرخ مش بس اتكلم. رمزي، هيجولك يسألوكي لما يطلع الجورنان والجواب منشور فيه، وجايز يكونوا عرفوا اننا اتقابلنا النهارده. قولي لهم لو ما كانش يضرك، قولي لهم سواء اعتبروني مجنون او سفاح هيستمروا يطاردوني، ويمكن اموت برصاصة عسكري او ضابط منهم. لكن فرق العمر بين الرصاصة دي حتى لو كانت بعد دقيقة والوقت اللي تقريبا اعرفه يخليني ما اخافش منها واعمل لها حساب. بحبك يا رمزي. أنا كنت غبي، والدليل على براءتي قريب وبعيد عليا، دفنين جوه قلوبهم. يبقى مفيش غير إني أشقها بإيديا وأنزع منها الدليل. ده الحل الوحيد. وبدل ما أموت بعاري اللي اتفرض على عمري، أموت وأنا حاسس ان الكل عرفوا اني شهيد. اهلا. قريت ده؟ خير. ايه؟ انا عندي شوكة بيه على فندي. اول حاجه قريتها الصبح. شوكة بيه، أنا محتاج تكون عندي الشجاعة اللي عندك عشان أفهم وعشان لازم أطمن. انا اللي عايز افهم انت بتتكلم عن ايه بالظبط. عن مش عارف. افتكر تروح مكتبك احسن. يعني أنت مرتب المسائل كويس يا شوكة بيه؟ ايوه. طيب أروح أطمن مديحة. مديحة؟ وايه علاقة مديحة بالموضوع ده؟ لا أبدا، بس أصل هي اللي لفتت نظري للي مكتوب في الجورنال ده. عن إذنك. اهلا يا معلم، انا خفت ما تجيش النهارده كمان، العمال عاوزه تقبض. حسوني خد شيك وراح البنك وزمانه جاي. ربنا يكرمك ويعلي مرتبك. مش عايزين حاجة تاني. سلامتك يا معلم. ما بتنزلش تقعد شويه ليه تحت يا معلم؟ عندي شوية شغل. سوق يا اسطى. مع السلامة. المعلم مش طبيعي ليه هنا؟ طبعا يا فندم، تحت امرك. مع السلامة. ها، ايه جديد؟ تقدر سيادتك تطلع بنفسك. مش المقالة دي؟ قريتها. المهم دلوقتي معانا إذن النائب العام علشان نفتح ملف قضية رمزي القديمة. أظن الست الصحفية دي تقدر تساعدنا. تحت أمرك يا فندم. معرفش حاجة. لو سمحت، مكتب العقيد عماد. من هنا، تالت أوضة على إيدك الشمال. ميرسي قوي. العفو. أقول أنسة سماح ولا مدام؟ أنسة. خير. رمزي. ماله؟ أيوة سعيد. إشارة منين؟ طيب جهز قوة وأنا نازل لك حالا. يظهر إنه حصل.
احنا محاصرينه فوق يا فندم. وده رئيس عمال البنا اللي كانوا موجودين. خطفوا من وسطينا بيه في لمح البصر، معاه سكينه وجايز يكون معاه سلاح تاني. اتأخرت ليه؟ مجرد ما حطيت السماعه سبت الجريده وجيت على طول. طب بسرعة لمي لي كل اللي حصل ده. طيب. سلم نفسك بهدوء يا رمزي. حالتك وظروفك ما تسمحش باللي انت بتعمله ده، وفي حاجات جديدة لو تعرفها يمكن تغير اللي في دماغك. سلم نفسك رمزي. تسمح؟ رمزي اسمعني كويس يا رمزي، كل اللي بيحصل ده مش هو اللي هيحقق لك اللي انت عايزه. رمزي احنا كلنا مستعدين نقف جنبك ونوضح موقفك للناس. عن اذنك، ما بقالوش لازمة. أنا مقدر مشاعرك. رمزي إنسان يتحب. أرجو إني ما أكونش غلطان. مفيش حد على السطح يظهر هرب. مش ممكن. طب أنا جاي لكم. خليك أنت هنا مهما حصل لحد ما اندهلك أنا من فوق. حاضر يا فندم. هتعمل ايه؟ رمزي محتاج يرتاح في المستشفى الكام يوم اللي فاضلين له، لكن ما افتكرش هيعمل ده بمزاجه. اوعى حد يتحرك، خليكم مكانكم. واخر ده كله يا رمزي؟ ما اعرفش. كل اللي اعرفه ان الراجل ده واحد من اللي دمروا حياتي. انا ما قدرش اتهمه لا في ماضيه ولا في شرفه، مع انهم بيقولوا ان كل ثروته من تجارة المخدرات. المهم انه اتقبض عليه من سنتين في حالة تلبس، بياخد خلو ورجل، وخرج بكفالة. لا اتحاكم ولا تنفذ فيه حكم، وزي ما هو ببجاحة بياخد خلو ورجل. عارف بيبني الشقة بكام؟ ها؟ ب4000 أو أكتر شوية صغيرة. عارف بياخد خلو كام؟ 6010. لو حسبناها بالنسبة لشاب شريف ومحتاج سكن عشان يتجوز ويبقى له عيلة زي كل البني آدمين، لو قلنا ماهيته تبتدي ب30 جنيه حسب التسعيرة، يبقى لازم يفضل أكتر من 10 سنين لا ياكل ولا يشرب ولا يلبس عشان يوفر الخلو المطلوب. وطبعا لو واحد حاول يحقق المعجزة دي هيموت في أقل من أسبوع. أنا بتكلم عن الناس الشرفة طبعا. يعني الراجل ده حكم بالموت على أي واحد شريف بيدور لنفسه على سكن عنده. يبقى الحكم السليم عليه إن هو اللي يموت والشرفة يعيشوا. وعشان مش من حق أموته اكتفيت بالحكم عليه، وعليكم انتم بقى تنفذوه. رمزي احنا عارفين ده كله وبنقاومه وبندور على حل ليه. انت ليه بتحمي شوكت؟ ليه بتحمي كل الحراميه اللي معاه؟ انا مش بحميهم، انا بحميك انت. احنا هنحقق معاهم من جديد يا رمزي، صدقني. خليك مكانك. وتحققوا معاهم ليه بقى؟ ما انتوا حققتوا معاهم من زمان. رمزي في حاجات اتغيرت، يمكن يكونوا قدروا يخدعونا قبل كده، لكن المره دي الوضع مختلف. وانا يهمني ايه في اللي انت بتقوله؟ يهمك لانك لو حقيقي بريء براءتك المره دي هتظهر. موت يا حمار. رمزي ممكن تفهمني عايز ايه بالظبط؟ عايزكم تفضلوا مكانكم، محدش يتحرك لغايه ما امشي من هنا. كل ده مش في مصلحتك يا رمزي. انا عارف مصلحتي كويس. سعيد كل الحملة تتجه للشارع ورا البناية دي. هو هرب هناك. اهو بيجري هناك اهو يا فندم اهو. أنا مش عارف المجنون ده عايز إيه بالظبط. يلا.
بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. لو كنت أمير أمراء الحواديت توهبني الدنيا خاتم سليمان. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. كنت أوهب كل فقير شقيان بيتي تاوي بين الجدران. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. كنت أوهب كل غريب بردان شمس الدفء وحضن أمان. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. كنت أفرش كل الدنيا بورد وأخلي الحب حقيقة بجد. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. بحلم أنا بحلم لو كنت أمير. بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم. شوفي يا أنسة سماح، أفندم، ده مش مقال يتنشر عن حادثة، ده دفاع عاطفي عن إنسان ارتكب بالفعل جريمة. المرة دي أنا بنفسي اللي هكتب عن الموضوع ده. يا فندم. ألو، اديني الأرشيف. أستاذ منصور، حضر لي صورة السفاح الجديد ده اللي اسمه رمزي من أرشيف قضيته القديمة. يا فندم، يبقى بنظلم رمزي لو قلنا عليه سفاح. أنسة سماح، لو تعاطفنا معاه معناه إننا بنقول لكل واحد يشيل سكينة أو مسدس وينزل ينفذ القانون اللي يعجبه، ونبقى بننفذ قانون الغابة، وده أساسا مرفوض. يا فندم، موقف رمزي شيء مختلف. رمزي إنسان. أنسة سماح، أرجوكي خليني أفضل فاهم إن المقال الأولاني كان بحسن نية، وخليني كمان محتفظ بفكرتي الكويسة عنك. عندك رد على كل اللي سمعته من السكان اللي مأجرين عندك؟ اصل الايه؟ طبعا ما عندكش حاجه تقولها. شاويش صابر، يا فندم. فاضل حد بره؟ واحد بس يا فندم. خليه يدخل. اتفضل يا استاذ. ها خير، اتفضل استريح. لو سمحت، انا محتاج اكلم سيادتك كلمتين على انفراد. طب اتفضلوا استريحوا بره لغايه ما تمضوا على المحاضر. شاويش صابر. يا فندم. خد الاخ خليه يستنى في الاوضه التانيه. واستنى ليه؟ انا لازم اصلي الفجر. حاضر. معلش، النهارده صليه قضا بعد ما توصل النيابه. ايه النيابه؟ انتوا ماسكين عليا حاجه؟ يلا 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 يلا. ده ظلم ده، والله ده ظلم ده. اتفضل اقعد. يا فندم، انا في الحقيقه مش عارف. انا لا مؤاخذه، مش عارف انا جاي اشهد ضده ولا جاي اعترف على نفسي. ارجوك توضح لي كلامك. يا فندم، انا خاطب بقالي 5 سنين. انا امين خزنه في الحكومه؟ لا، قطاع عام. وبعدين؟ انا عندي جرد بعد اسبوعين. لو ما كانش يرجع لي الفلوس اللي خدها خلو هخش السجن. ليه؟ من شهرين خطيبتي فسخت الخطوبه لاني
ما قدرتش اعمل لها بيت نعيش فيه احنا الاتنين. اضطريت امد ايدي للخزنه. انا بحب خطيبتي وعايز ارجعها. انا سمعتي ومستقبلي في خطر يا حضره الضابط. انا مش حرامي يا فندم، مش حرامي والله العظيم، مش حرامي يا فندم صدقني. انا طيب مش طيب اهدى انت وروق شويه. انا ابويا الله يرحمه كان عسكري، والله العظيم كان عسكري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. احنا بقينا الفجر يا فندم. لو سمحت مضي الاساتذه بره. حاضر يا فندم. كل اللي اقدر اعمله لك حاجه واحده من اتنين. اوعدك لو النيابه خلصت التحقيق وخدت فلوسك قبل الجرد ما يحصل، عشان مستقبلك هغالط نفسي وانسى الكلام اللي سمعته منك. ولو الجرد حصل قبل ما تاخد فلوسك، اوعدك برضه اني هشهد معاك واقول انك جيتني هنا وانت ندمان. بس ده ساعتها مش هيفيدك في التحقيق. متشكر قوي. ايدك متشكر. ربنا يخليك ابن حلال. افتكر الفطار دلوقتي في الحسين يبقى هايل. والله فكره، ونتمشى لحد هناك احسن. انا رجليا من القعده خلاص. نتمشى يا فندم. انا عايز اعترف لسعادتك بحاجه. ايه؟ رغم كل الظروف وبعد اللي احنا عمالين نكتشفه، انا متعاطف مع رمزي، بس ده ما يتعارضش مع شغلي كظابط بوليس. لو اشوفه مهمتي اقبض عليه. مهمتك الاهم تستدعي قدري وشوكت وتوفيق بكره. قصدي سيادتك النهارده يا فندم. ها؟ النهارده. متشكر. طيب ومديحه؟ مديحه موقفها القانوني ما فيهوش غلط. مسائل الاجتماعيه في حياتها شيء يخصها هي شخصيا، ما يلزمش تحقيق. بس انا يا فندم نفسي اعرف رايك الشخصي في موضوع رمزي. السفاح الجديد، اقرا السفاح الجديد، اقرا السفاح الجديد، السفاح الجديد. مرفوض تماما أن يسأر الإنسان لنفسه أو لغيره دون أن يكون مكلفا بشكل شرعي بهذا السأر. وكل من يحاول تحطيم قانون أو تشريع أو قاعدة اجتماعية هو قاتل للقيم والأصول والمبادئ، أي أنه سفاح من نوع جديد. يا فندم عاوزك تقدر معايا ظروف رمزي، مفيش داعي نستفزه عشان نسيطر عليه. السيطرة عليه دي مهمتكم. أنا ليا وجهة نظر ومن حقي أقولها. يا فندم ما قلناش حاجة. رمزي إنسان مجروح، محتاج يحس إن احنا في صفه علشان ما يحاولش يرتكب خطأ أكبر. أنت بتطلب مني أتخلى عن حريتي، عن التعبير، عن وجهة نظري؟ يا فندم أنا كل اللي بطلبه من سيادتك تأجل الإعلان عن وجهة نظرك شوية، وتسمح للأنسة سماح بمتابعة التحقيقات ونشرها، وبكده نتفادى تهور رمزي اللي ممكن تروح ضحاياه نفوس. رغم عدم اقتناعي برأيك هكون متعاون وأنفذ لك رغبتك، بس لو المدة طالت هرجع أهاجمه بعنف. يا فندم بطبيعة الأمور الوقت قصير قوي. مع السلامة. سعيد، ايه اخبار شوكت وتوفيق؟ بعتلهم يا فندم. الله، جرى يا حارس الظابط، انت بتقول ايه؟ بقول سعادتك والاستاذ توفيق مطلوبين للتحقيق. الله، انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ انا يا فندم ما افهمش في الهزار. يبقى لازم تعرف ان المناصب الكبيره لها اجراءات خاصه ومعروفه. روح بلغ اللي بعتوك يفهموا شغلهم الاول. في حاجه اسمها نيابه اداريه ورقابه اداريه
علشان التحقيقات اللي تخصنا. اللي بعتوني فاهمين كويس هم بيعملوا ايه. لا مش فاهمين، ومن فضلك انت بتضيع وقتي. افتكر اني جاي ادي واجبي. انت جاي تستدعيني ولا جاي تقبض عليا؟ استدعيك. خلاص انا مش فاضي دلوقتي، لما هفضى هبقى اجي. في حاجة تانية؟ في مرة تانية بس بطريقة تانية عن اذنكم. والعمل البارتي الذي في الشاليه وشوتي هيشوف له حل. شهدي مين؟ عضو. ويش دخل مجلس بس؟ يا توفيق يا توفيق، هتفضل لامتى مش فاهم؟ طيب فهمني. تعالى الليلة السهرة وانت هتفهم. طيب بس نعم. بلاش تجيب المدام وياك، لان الليلة الجو مش مناسب. طيب حاضر. سيادة العقيد. اهلا انس سماح. اهلا يا فندم، في جديد؟ ادري في النيابه. وشوكت وتوفيق رفضوا يحضروا التحقيق. وهتنتهي على كده؟ لا ابدا، بس منتظرين التعليمات. تعليمات ايه يا فندم؟ ما احنا ليل ونهار بنتكلم عن الديمقراطيه وسياده القانون، خايفين من ايه؟ احنا مش خايفين ولا حاجه، بس في اجراءات. يا سياده العقيد الوقت بيسرقنا، ورمزي في خطر وزي الديب المجروح، وبدل ما يطلع لنا رمزي تاني وتالت لازم نتحرك بسرعه. طيب اتفضلي حضرتك، استنيني في المكتب، انا طالع لمدير الامن وجاي لك على طول. عن اذنك. اللي مكتوب في التقرير هو بالظبط اللي عملوه شوكت وتوفيق في الملازم اللي انت بعته؟ واكتر من كده يا فندم. ومستني ايه عشان تتصرف؟ امبارح في الاجتماع مع الوزير قال بالحرف الواحد التعليمات عندنا بتقول اللي يغلط لازم يتحاسب مهما كان مركزه او وضعه. شد حيلك. القوة جاهزة يا فندم. انا هروح لشوكت وانت خد العربيه التانيه ووصل لتوفيق. انت سكتك اقرب، يعني هترجع هنا قبل مني. ما تبداش التحقيق الا لما اجي، واتصل بالانس سماح خليها تيجي كمان. امرك يا فندم. شوكت فين؟ شوكت بيه مش هنا يا بيه. امال مين اللي هنا؟ محدش غيري يا بيه. الهانم والولاد في العزبة من شهر يا بيه. قدامي على فين يا بيه؟ تفرجني على الفيلا. حاضر حاضر حاضر. الأستاذ موجود؟ مين يا حسنية؟ مساء الخير يا مدام. أهلا، مساء النور. احنا اسفين للازعاج. يا ترى ممكن اقابل الاستاذ توفيق؟ هو مش موجود دلوقتي. في حاجة أقولها له لما يرجع؟ لا احنا محتاجين له ضروري. يا ترى ممكن اعرف هو راح فين؟ الحقيقة مش عارفة، بس المفروض كان هيعدي على شوكت بيه ويخرجوا سوا، عندهم سهرة شغل. راح فين؟ ما اعرفش يا بيه. راح فين؟ معرفش، لكن انا شفته وسمعت شوكت بيه بيتكلم في التليفون مع المطعم اللي بيتعامل معاه، بيطمن اذا كانوا بعتوا الحاجات المطلوبه للشاليه ولا لا. ولما جه توفيق بيه سمعته بيقول لي لشوكت بيه الشاليه في حته مقطوعه، كان لازمته ايه السهر هناك في الظروف دي بس. وشوكت قال له ايه؟ قال له قال له ما تبقاش خواف يا توفيق، عيل زي ده يهز اعصابك بالشكل ده. عيل؟ انا ما اعرفش اكتر من كده يا بيه. الشاليه ده اللي في الهرم ولا واحد تاني؟ اللي في الهرم يا بيه. شاليه الزهور مش كده؟ ايوه يا بيه.
تدور. نعم يا بيه. تدور. حاضر حاضر. هاتوا له ميه. الو سعيد، كويس انك رجعت. ايوه جاله هنا. انس السماح عندك؟ طب خليها تستنى، انا هتصل بيك تاني. ايه اللي عمل فيك كده؟ واحد يا بيه شراني قوي، معه مسدس، استفرد بيا. ليه؟ امال فين شوكت بيه؟ خرج قبليها. لوحده؟ لا، مع توفيق بيه زميله في الشغل وصاحبه يا بيه. راحوا فين؟ عندهم سهرة شغل. فين؟ في الشاليه بتاع البيه في الهرم. عنوانه ايه؟ معروف هناك قوي يا بيه، اسمه شاليه الزهور في صحرا سيتي. واللي هددك بالمسدس عارف الكلام ده؟ ايوه يا سعاده البيه. حالة اليومين دول مش اتفضل. منور يا شودي بيه. اهلا اهلا. يا ترى بتتابع حكايه السفاح؟ طبعا اهلا. يا ترى الراجل ده عاوز ايه بالظبط؟ ما هو ده رمز الموظف اللي انا حكيت لك عنه في التليفون. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا، مساء النور. توفيق لكم وسايبه من حكايه السفاح دي يا شودي بيه. يا راجل دي حكايه صغيره قوي، ولا تحطها في بالك، محلوله ان شاء الله. عن اذنك. اتفضل. ايه ازيك؟ عامله ايه؟ استاذن. وكل حاجه استأذن. ايه اخبار العمليه الجديده؟ احنا تحت امرك، بس في عصاجه شويه في لجنه الفحص عندهم. مين اللي ماسكها هناك؟ اعتقد منصور رزق. تبقى بسيطه، بس في حاجه محتاج اصارحك بيها يا شودي بيه. امر. حكايه ال5% بتعب قوي عشان اغطيها. يا سيدي كل واحد منا بيتعب في ناحيه يا شوكت بيه. عن اذنك. كله يجي على جنب هنا ما عدا الاتنين دول. في ايه؟ اهدى بس يا استاذ. مكانك معاهم هناك.
تعالى يا توفيق، تعالى. انا عملت حسابي ان جايز ما الاقيش هنا ورق ولا قلم. روح اقعد هناك، روح اقعد. جنبه يا شوكت بيه، روح اقعد جنبه. اقعد. ادي القلم لشوكت يا توفيق. لا اهو في اول الصفحة في وسط السطر اكتب اقرار. اكتب اكتب يا ظالم بخط ايدك عالورق، اكتب من حروف عمري اللي اتسرق، اكتب وقول واعترف اكتب يا ظالم يا ظالم، فرشت الشوك انا مشيته وبحر الظلم عديته، اكتب وقول واعترف لاجل الحقيقة ما تنكشف، انتوا الظلمة والظالمين، انتوا الظلمة والظالمين، انتوا الظلمة والظالمين، اكتب يا ظالم يا ظالم، انا البريء انا. اكتب المقران بما فيه وامضي. خد القلم. ايه؟ امضي يا توفيق. حاضر. توفيق انا اجي. هات الإقرار. استر. اقعد مكانك. ودلوقتي نصفي حسابنا بقى. انا خسرت حياتي وما يقضينيش قدامها غير حياتكم. راحوا فين؟ راحوا فين؟ جيت في وقتك يا حضرة الضابط، صوت العربية منح حدوث جريمة قتل من ثواني. حضرتك الأستاذ شوكت؟ أنا شهدي. أهلا وسهلا يا فندم. أمال فين شوكت بيه؟ نفد بجلده، زمانه مستخبي في الصندرة فوق. اتفضل.
هو فين؟ اعتقد سيادتك الاستاذ شوقي. تحت امرك. العقيد عماد الدين حسين، الامن العام. اهلا وسهلا. اعتقد ان سيادتك المفروض تطارد المجرم اللي كان هنا. ما افتكرش انه لحق يبعد عن المنطقه. اظن ان الاهم تشرفوا معايا شويه في المديريه. ليه؟ خير؟ اعتقد شوكت بيه فاهم. اتفضلوا. يا فندم، لو احتاجنا معلومات من سيادتك في التحقيق ممكن؟ انا اسف لان وضعي ما يسمحليش. ثم انا مش فاهم حاجه ابدا من اللي بيحصل ده. عن اذنك. مين ده؟ شهدي بيه. سماح فين؟ عندها شغل في الجورنال وهتيجي على التحقيق. طب يلا بينا. اتفضلوا يا بهوات. اهلا. استر يا رب. اتفضلوا يا بهوات. قهوه؟ انا افضل اعرف احنا هنا ليه. احنا محتاجين نعرف منكم شويه معلومات. بخصوص ايه؟ حالا هنفتح المحضر وتعرفوا كل حاجه. محضر؟ افندم. انده للنقيب سعيد والسر رأفت. حاضر يا فندم.
الإقرار. نقر نحن الموقعين أدناه شوكة الدربي وتوفيق جلال بأن السيد رمزي عبد السلام رئيس الحسابات السابق بالشركة التي يتولى أولنا رئاسة مجلس إدارتها وثانينا إدارتها العامة. نقر بأنه بريء تماما من كل ما وجهناه إليه من اتهامات في قضية الاختلاس الوحيدة التي اكتشفت في شركتنا. ونقر ونعترف بأننا قد دبرنا سويا الموقف بما يكفل اتهام رمزي جنائيا، وقمنا بإعداد وتزوير كل المستندات اللازمة لتأكيد الاتهام الموجه إليه. كما نقر ونعترف بمسؤوليتنا الشخصية عن حادثة الاختلاس السابق اتهام السيد رمزي عبد السلام فيها، ونقر أننا نتقاضى وحدنا العمولات بطريقة فيها تحايل على القانون عن كافة العمليات التي نتعاقد عليها وتقوم بتنفيذها الشركة. وهذا إقرار منا بذلك، المقران بما فيه شوكة الدربي وتوفيق جلال. احنا كتبنا الإقرار ده تحت التهديد، وده قانون باطل. وكان لازم ننفذ له طلبه علشان ما يموتناش. اعتراف تحت التهديد ملوش قيمة في نظري ولا يمكن أنشره. يا فندم الموقف اتجاه جديد لصالح رمزي. اتجاه غير شرعي. طب انشره ضمن استعراض الحادثة نفسها. لو اعترفوا في التحقيق الرسمي أنا هنشر الإقرار ده في الصفحة الأولى مع كلمة اعتذار مني الرمزي. ده وعد. وعد. ايه دول؟ موظفين الشركة جايين يشهدوا ضد شوكة وتوفيق. العقيد عماد هو اللي طالبهم. ما دي المفاجأة، جايين لوحديهم. ما دام في قانون الصغير ما يخافش. لحظة واحدة. اهلا يا فندم. اتفضلي. خاف من ايه؟ لازم نخاف يا سعادة البيه، أصلهم مسدودين من ناس من فوق. ناس من فوق يعني ايه؟ معرفش يا بيه، تتقال كده وخلاص يا بيه. لكن أنا كنت واخد احتياطي بعد حكاية الأستاذ رمزي. وخدت احتياطك ازاي بقى؟ ما كنتش بنفذ أي حاجة إلا بورقة من توفيق بيه. وكل ده غلط وأنا عارف إنه غلط. يا فندم أنا لحظة يا أستاذ توفيق. طيب. وازاي كنت بتنفذ أوامر غلط؟ إحنا غلابة يا بيه وبنجري على لقمة عيشنا. طب اتفضل استنى في الأوضة التانية. حاضر. وضم لملف القضية. مش انت برضو اللي ماضي دول؟ ايوه انا يا فندم، بس انا ماليش دعوه يا فندم. انا كنت في كل صغيره وكبيره بنفذ اوامر الراجل ده. لا لا يا استاذ، ما ترميش كل حاجه عليا، ما انت عارف البير وغطاه. ايه ده؟ ما تاخدش في بالك. اتفضل استريح. فهمنا بقى. البير وغطاه. احنا كل اللي بنعمله بننفذ تعليمات. تعليمات مين بقى؟ الناس لهم مراكزهم. وايه دخلهم في اداره الشركه؟ ما هو ما تقدرش تقول لهم لا. يبقى اتفاقات بقى مش تعليمات. والله سعادتك بقى ممكن تستفسر منهم. يا سيدي قول لي عليهم وانا استفسر. بس دول ناس عندهم حصانه. حصانه ضد الجدري؟ لا، حصانه ضد الحصن. حصانه ضد تحقيقات سعادتك وحاجات زي كده. ممكن لو تتكرم تطلب لي النائب العام؟
فيما بعد أقيل من الوزارة وأصبح واحدا من كبار تجار استيراد الفاكهة بالذات الموز. فيما بعد أسقطت عضويته من مجلس الشعب، حبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أصبح شريكا في بوتيك ضخم للملابس الجاهزة حريمي. فيما بعد فصل، حبس سنة مع الشغل، وأصبح صاحب مكتب سمسرة عقارات وشقق مفروشة. فيما بعد فصل، حبس 6 أشهر مع الشغل، المسؤول عن متابعة راحة زبائن الشقق المفروشة التي يديرها شوكت. خلصنا. ما نقدرش نقول خلصنا إلا بعد ما نطمن على رمزي. وبعد ما نطمن عليه هيفضل لي صديق أقدر أعتمد عليه، اسمه عماد. أسفة، قصدي العقيد عماد. سماح، مجرد صداقتك في حد ذاتها شيء اعتز بيه، وبتمنى من كل قلبي ان التقرير الطبي يطلع فيه خطأ وان رمزي يعيش. براءة سفاح، براءة سفاح، اقرا براءة سفاح، براءة سفاح، اقرا براءة سفاح. إني أعتذر له لأني لقبت بالسفاح. إني أعتذر لأنه قد ثبتت براءته، لكني أرفض كل ما قام به، وإن كنت أرفض معه التستر على أي مجرم أو سلبي أو منحرف من دعاة الهدم ومنشد الثراء الحرام، ولكني أرفض منه أنه واجه كل ذلك بطريقة شخصية بعيدا عن أي شكل شرعي أو قانوني. لكني أعترف أنه ظلم. في الحقيقة الموضوع شائك ومعقد. إني أرفض معه وأرفض منه وأعتذر له وأعتذر عنه. قد يكون بعضنا بلا خطيئة، لكننا جميعا على خطأ، وإن لم نبدأ معا في تدارك الخطأ، إن لم تعد إلينا روح الحب والرغبة في البناء، فلسوف يدمرنا سويا هذا الخطأ. سمير نوار.